بخطتين مختلفتين وفرق في المستوى، دخل كل من حسنية كثير واتحاد تمارا غمار البحث عن بطاقة العبور إلى دور الثمن من الكأس الفضية. جمهور الحسنية أشعل فتيله قبل بداية المواجهة، وهنا مدرب كل فريق يتأهب للنزال. البداية وكما كان منتظرا جاءت لصالح المستضيف حسنية كثير. الضغط على مرمى اتحاد تمارا منذ الوهلة الأولى كان هو سلاح السوسيين، معتمدين على التسديد من بعيد لفك شفرة الاتحاديين. شفرة وجدت رقمها السري في رجل اللاعب أحمد فتحي بعد خطأ مشترك بين الدفاع والحارس. حسنية أكادير لم يمنح اتحاد تمارا أي متنفس، وشن عديد الهجمات التي كادت أن تعطي تاني الأهداف لكن دون جديد. ونهاية الشوط الأول. الشوط الثاني جاء كسابقه، تحكم من طرف الحسنية مع محاولات ضعيفة لفريق اتحاد تمارا الذي لم تأتي تبديلاته بالجديد، بل الأكثر من هذا حصول أمين الرزقاني على البطاقة الحمراء لتزداد حيرة المدرب منير الجعواني أكثر فأكثر من أجل الخروج بأقل الأضرار. المباراة انتهت والنتيجة معروفة، هدف دون مقابل لغزلة سوس حسنية كثير على حساب اتحاد تمارا، ومرور سلس إلى دور الثمن.